من جديد بتحاول إسرائيل استغلال المؤتمرات الدولية للتحريف وبث الأكاذيب بما يخص عدوانها على غزة ولبنان، وآخرها كان مؤتمر للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا أثناء إلقاء وزير الأشغال العام اللبناني علي حمية كلمة له بيحكي فيها عن ضمان سلامة المواطنين على الطرقات. Au Liban, il existe un facteur très dangereux et presque exceptionnel dans la région et dans le monde entier qui affecte certaines de nos routes et infrastructures, liées aux attaques répétées des forces d'occupation israéliennes sur les routes et les infrastructures libanaises. المندوب الصهيوني علق على كلمة الوزير حمية وهدد لبنان بالمزيد من الاعتداءات الإسرائيلية، ومؤكدا بحق إسرائيل الزائف بعدوانها على قطاع غزة ولبنان. وبالمقابل رد الوزير حمية على أحدهم مثل ما سماه، مؤكدا على سياسة لبنان على كل أراضيه ورفض لبنان للاعتداءات الإسرائيلية. لبنان هو دولة ذات سيادة على أراضيه 10458 كيلومتر مربع، وإسرائيل هي عدو احتلت لبنان وما زالت تحتل جزء من أراضي لبنان. بالتالي الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني والشعب اللبناني يقومون بالدفاع عن لبنان عن